يعطيكم العافية. اليوم طبختنا دجاج الشواي. بدنا نتعرف على المقادير. عندنا دجاجة 100 كيلو و100 جرام. عندنا بطاطا مقطعة دوائر. عندنا دبس الفليفلة. عندنا رب البندورة. عندنا معلقة كزبرة ناشفة. وعندنا معلقة بابريكا ومعلقة ملح، معلقة بهارات مشكلة، ونص كاسة زيت. وعندنا طنجرة وحاطين فيها قصدير. بدنا نبهر الدجاجة. بنجيب الدجاجة طبعا بعد ما احنا غاسلينها، بدنا نحط عليها البهارات. أول إشي بنحط دبس الفليفلة بنحط عليها رب البندورة، بنحط عليها الكزبرة الناشفة، بنحط البابريكا، بنحط الملح، بنحط البهارات المشكلة، وبنحط نص كاسة زيت قلي، وبنحط المطيبات اللي هي الهيل والقرنفل والحبة الليمونة والعود القرفة. بعدين بنغلغل الدجاج بالبهارات وبندعكها منيح عشان توصل البهارات لكل الدجاجة. بنحط الدجاجة على جنب، وبنجيب البطاطا المقطعة دوائر وبنحطها على باقي البهارات اللي عنا. ندعك البطاطا بالبهارات. بعدين بنجيب الطنجرة اللي حطينا فيها القصديرة وبنصف البطاطا في قاع الطنجرة زي ما انتوا شايفين. بعد ما ننتهي من كل البطاطا، بنجيب الدجاجة وبنحطها أول إشي على صدر الدجاجة يكون فوق البطاطا لمدة ساعة، وبنحطهم بالثلاجة لمدة ساعة. طبعا بنجيب الدجاجة بنربط رجليها وبننقعها في البهارات لمدة ساعة. بنحطها فوق البطاطا. أول ساعة بتكون الصدر على البطاطا، بنحط باقي البهارات عليها. طبعا ما تحطوا مي لأنها من عصارة الدجاجة والبطاطا بترخي هي نفسها المية وبتستويها. هي هيك شكلها النهائي بعد التتبيلة. بنغطيها وبنحطها على الغاز لمدة ساعتين. هي عنا هيك بعد ساعة فتحنا على الدجاجة وبنقلبها على الجهة الثانية وبنرد نرجعها على الغاز للساعة الثانية. هي هيك بعد ما قلبناها بعد ساعتين، هي هيك عنا استوت الدجاجة. بنحط من دسم الدجاجة بنحط عليها، بكون هيك شكلها النهائي. بنجهزها للتقديم. بنحط تحتها خبز شراك وبنحطها فوق الخبز، وهيك شكلها النهائي للدجاجة المشوية. إذا عجبتكم الوصفة